أرجو مع اليوم الجهاد ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي أهدي بص بالثوار احرار بتقول ايه؟ ايوه مش انت ثورجي؟ ثواني حضرتك ثواني اعوذ بالله سلفي الحمد لله سلفي الحمد لله تبع اي مذهب؟ تبع الاحزاب؟ مش هتقول سلفي. عارف كنت تعمل ايه؟ سلف سلف تبع احزاب؟ اخزق له عينيه. عرفت الشيخ ناصر؟ سؤال يا عم الشيخ. الشيخ ناصر من الناس اللي جت معانا بعد الشيخ حازم ابو اسماعيل ما دعا لمليونية 18/11 وهي اسقاط وثيقة علي السلمي، وقبلها باسبوعين بالظبط حازم صلاح ابو اسماعيل قال معتصمين ورجع في كلامه الساعة 10 بالليل حديث منصة السلفيين الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بحترمه جدا، بس انا بنتقده جديد. جه الساعة 10 بالليل الله اكبر الله اكبر، طب يا شيخ اعتصام ولا لا؟ قال لك الله اكبر الله اكبر، ده ما عرفناش، وراح نازل على المنصة وراح مروح، وكل اللي كانوا معاه راح مروحين. ثالث يوم من احداث محمد محمود يوم الاثنين جمعية يوم الاحد والله لا يوم الاثنين انا بقى من يوم الاحد يوم الاحد يوم الاثنين ماليش دعوه انا بتكلم على الجمعية اللي جت جمعية إغاثة اللفات تبع الشيخ جمال عيد المنسق للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، تبع الشيخ اسامه البطل والشيخ اسامه البطل. تمام يا شيخ ناصر، ومن الناس المحترمه جدا، وحصل مواقف يعني كثيره جدا جدا باحداث محمد محمود. يعني الشيخ ناصر انا وهو مسكنا كذا بلطجي جايين مخصوص لينا احنا، اللي معاه سلاح واللي معاه مش عارف ايه وايه، ومسكنا يعني اطباء يعني ناس بينتحلوا صفه طبيب، 4 اشخاص فاكر انت دول ينتحلوا صفه طبيب، واحد معاه دبلوم صناعه، واحد معاه مش عارف اذاعه وفنادق، واحد لا يجيد اي حاجه وحاطط سماعه ولا البنت اللي كانت هربانه من السجن بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ واللي قالوا ان احنا كان في متحركات. مين اللي هربانه؟ دي واحده جايه من بوليس الاداب كان زيها، واحده جايه مكتب الاداب زيها علينا، والاعلام في ثانيه طلعها بالتلفزيون ان احنا اتحرشنا بيها بالخير، ولما مسكناها لقيناها شاربه مخدرات واخده ترمادول، الدكاتره اتلموا عليها ولبسوها هدومها وخدناها عشان نسلمها في مسجد عمر مكرم. دي مبعوثه معاها يسقط حكم العسكر، دي مبعوثه من اشخاص معينين، دي مبعوثه من النظام، مبعوثه من العسكر. ولا يسقط حكم العسكر. باعوا القضيه، الاخوان باعوا القضيه. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. قول. كفايه كده، عايزين تقولوا حاجه كمان؟